اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وسد الدين عن المدينين. اللهم ارزق كل مشتاق للذرية الصالحة عاجلا وليس آجل. اللهم لا تجعلنا من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في أتم صحة وفي أحسن حال. عيد أضحى مبارك وسعيد على الجميع يا رب العالمين، وربنا يعيدوا عليكم أعوام مديدة، اللهم آمين يا رب العالمين. ربنا يرزق كده كل مشتاق للحج. ربنا يا رب ييسر الحال، والسنة الجاية تكونوا كلكم واقفين على جبل عرفات. اللهم آمين يا رب العالمين، ويهدلنا ولادنا ويهدلنا أنفسنا. اللهم آمين يا رب العالمين. نزلنا النهاردة طبعا في الصلاة، بس بصراحة أنا نزلت وكانوا في نص الصلاة، ملحقتش الصلاة بصراحة. بس طبعا كل سنة بيحتفلوا الاحتفالات ديت في الشارع يعني. المسجد جنبينا بعدينا بشوية كده، فبيحتفلوا، وفي بلوجرات كتير بيبقوا موجودين، ومنهم بلوجرات مشهورة قوي على اليوتيوب وعلى التيك توك. بلاش اذكر اسامي يعني منهم. عندنا المنطقة ما شاء الله يعني اغلبيتها على السوشيال ميديا، وفي ناس كتير مشهورين يعني. خلصنا طبعا، انا ما صليناش بصراحة، وقمنا ايه بس اتفرجنا على الاحتفالات كده، وهم بيوزعوا الهدايا على الاطفال الصغيرين، بيفرحوهم كده بهدايا ولعب اطفال صغيرين وبلالين وكور وحاجات من دي يعني. اتفرجنا كده من بعيد. آه و وجينا طبعا. ما كنتش السطوح ما كانش. ما كنتش بصراحة، كنت مهملة بقالي فترة، بس جوه طبعا نضيف ومنضفة، تنظيفة العيد وكل حاجة. آه، اتشمللت كده واتنشطت، وقلت قبل ما اعمل اي حاجة، قبل الفطار وقبل اي حاجة، انضف بقى كده كنست السطوح، ومسحته كده على الماشي علشان يبقى الدنيا كلها رايقة ونضيفة بقى. مع ان النهاردة اول يوم العيد، بس مش مشكلة. كله كان في هدوء، والدنيا هدوء، محدش واخد باله يعني. الجيران مش شايفين انا بعمل ايه، ومحدش واخد باله يعني، اللي هي ما كانتش يعني ما نضفتهوش يعني. تنظيف على السريع كده، وبعد كده ايه، نشوف حالنا. طبعا الترويق والتنظيف ما بيخلصش، ولا في عيد ولا في غير عيد، يوميا كده على الله. وطبعا الغسيل برضو يوميا كده. يعني كل حاجة عزكم الله كده تبقى مش نضيفة، يوميا كده يوميا كده ايه بتتغسل كده، علشان يبقى الدنيا خفيفة خفيفة يعني. انا بالنسبه لي انا عادي، مفيش مشكله كل يوم الترويق والتنظيف دوت يعني. بس تقولوا لي يا ام محمود انت بتعملي في العيد؟ عادي بالنسبه لنا، عادي انا بالنسبه لي يعني، علشان ما بنخرجش، ما بنروحش في اي مكان، فعادي يعني الترويق دوت في عيد او غير عيد مفيش مشكله يعني. بس اهم حاجه الواحد ربنا ايه يكون مديله الصحه كده، ويكون فيه حركه نشاط وحبه نشاط، ونعمل. وربنا كده يا رب يوعدنا اللي احنا نخدم نفسنا ونخدم اولادنا دايما كده يا رب، وما نحوجش ما نتحوجش لحد، ولا نحوج اولادنا لحد يا رب العالمين. الجو كان فيه هوا كده، الهدوم كانت بتقع. كل ما اجيب المشابك معرفش، يا اما بتتكسر من الهوا، يا اما بتقع في الشارع، ما تفهموش بيروح فين بالظبط. فما نشرت على السور كده، على بال ما بقى ان شاء الله يفتحوا. هما دلوقتي واخدين اجازة العيد، وابقى اشتري مشابك تاني بقى ان شاء الله. الدنيا كده راقت وبقت زي الفل، وكنت عاملة حسابي. كنت عاملة محشي. طبعا انا عملت المحشي معاكم في القناة كتير جدا جدا جدا. طبعا كنت مجهزة نفسي بقى، وعيد والكلام ده كله، كنت طبخة قبليها بصراحة، وكنت عاملة لحمة. ربنا كرمنا كده من باب الله بحتة لحمة حلوة. عملتها، سلقتها وطبخت عليها على يومين. يوم الوقفة كنا صايمين، طبخت لحمة وبامية. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كان يوم الوقفة وكله صايم بقى، فكنت طبخت اللحمة، سلقتها وعملت بامية. واول يوم العيد بقى عملت ايه، كنت عامله المحشي دوت. كنت يعني كنت سلقاها، وكنت حطاها
في التلاجة، وكنت مجهزة كل حاجتها يعني، يا دوبك لفتها كده، لفيناها كده انا وملك بنتي، ربنا يجازيها كل خير يا رب، ويستر عرضها ويستر عرض كل البنات يا رب، وينجحهم في الامتحانات. وقلت ما دام عندنا شوربة بقى، يبقى نعمل شوية مكرونة لسان عصفور. حمرتها في الصينية ديت. انا مش هعملها في الصينية، هحطها بعد ما تتحمر، هحطها في الحلة بتاعة الشوربة، عشان انا بحب بصراحة اعمل لسان العصفور او المكرونة بالشكل ده. بحب جدا جدا اعملها في الحلة الاستانلس، ما بحبش اعملها في ألمونيوم بصراحة. انا بحب الطبيخ بيبقى في الحلة الاستانلس ديت. هي عندي واحدة بس ستانلس، بس حباها جدا جدا جدا، بحس اللي هي بعرف اطبخ فيها واحسن من الالومنيوم. يعني الالومنيوم ما بحبش اعمل فيه طبيخ. ممكن نعمل المحشي زي ما انتوا شايفين كده، اي حاجة تانية لك او الرز برضو، لكن بحب اعمل الطبيخ في الستانلس ديت. ربنا كده يرزقنا يا رب، ويوسع علينا وعليكم، اللهم امين يا رب العالمين. الشقة كانت نضيفة، كانت كنت مروقة قبليها بيومين كده، روقت بدري وبس، يعني اديتها التلميعة بس اللي هي بتاعت كل يوم زي اي حد يعني ما بيلمع ويكنس. عشان طبعا الدنيا بتبقى التراب ده لازم التراب دوت يوميا كده. لمعت الدنيا كده بس، علشان الواحد لما يبقى قاعد رايق كده، ولما احط الاكل يبقى الاكل يتحط على نظافة. الشباك ده بيجيب هوا جميل جميل جدا، بس انا ما اقدرش افتحه زيادة عن كده، يا دوبك 5 دقايق كده وبقوم قافلاه على طول، علشان لا قدر الله بيبقى فيه فرين. فدايما بيبقى مقفول بصراحة، ما بحبش افتحه كتير علشان ممكن اسهى وانساه يخش لي حاجة، فالعملية مش متحملة. لمعته برضو كده. احنا ما عندناش عيد يا جماعة، احنا العيد بتاعنا هو صلاة العيد. انا لما بشوف صلاة العيد كأني خلاص كده، ده العيد بتاعنا، انا والولاد وكده، هو ده يعتبر العيد بتاعنا. عشان انا اهلي بعيد عني، يعني ساكنين يعني في منطقة بعيد عني. ربنا يسهل الحال يا رب يا رب، ربنا يجمعنا على خير، مع بعض على خير يا رب العالمين. فالدنيا والظروف عشان المدارس انا بعيد عنهم، علشان خلاص انا يعني اتحطيت في امر واقع، بقيت بعيد عنهم، بقيت مرتبطة بالمدارس. ما ينفعش اللي انا يعني على حسب بقى، على حسب، الله المستعان. لو نقلت في مكان بعيد عن المدارس هضطر ان انا انقل لهم. فمش عارفة، الله المستعان، ربنا كده يوسع علينا وعليكم يا رب العالمين، بحق دي الأيام المفترجة. وفي عز ما في عز يعني في وقفة عرفات دعيت لكل متابعيني، ربنا يا رب كده يجعل دعائي من نصيبكم، اللهم امين يا رب العالمين. ربنا ينول كل واحد اللي في باله، ويدي كل واحد ما يتمنى يا رب العالمين. ربنا يهدلنا حالنا ويهدلنا نفسنا ويهدلنا كل اللي معانا يا رب العالمين. المحشي بقى استوى وكان زبدة زبدة. الكرنب بتاع اليومين دولت اسمه كرنب سبعيني، مش كرنب بلدي يا حبايبي. اسمه كرنب سبعيني. بس جميل جميل. هما جبتهم كرنبتين صغيرين كده، بس ما شاء الله عملوا الحلة الكبيرة ديت، رموا ورق كتير بصراحة. وطفيت على المكرونة. المكرونة دي ما شاء الله بتشرب الشوربة او بتشرب المية كتير. على بال ما طفيت عليها وجيت احط الاكل، لقيتها شربت الشوربة بتاعتها. فقلت انا كنت عايزاها يعني تبقى بشوربة كده زي لسان العصفور، بس برضو كده حلوة يعني ايه، خفيفة. ولادي بيحبوها بالطريقة ديت. في عشان يعني بيحبوها بالمكرونة، بيحبوها اكتر من لسان العصفور. معلش، دي رسائل الواتس. اسيبكم في امان الله، السلام عليكم ورحمة الله.